السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور النادي الأهلي. الأهلي يتوهج ويهزم جماهير كيني بسداسية ذهابا وعودة، ويتأهل لدور ال16 ودور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجمهوره العظيم. أهم حاجة في لقاء النهاردة إن إحنا اطمنا على حالة الفرقة بتاعتنا ومستواهم، اطمنا على صفقة من الصفقات الجديدة النجم وتسلم ايد وعين اللي جابته على رأي كابتن مدحت شلبي يحيى عطية الله. لعيب دولي كبير، لعيب دولي كبير هيكون له دور كبير قوي مع النادي الاهلي. متأسس صح، بيدافع صح، بيهاجم صح، بيتحرك صح، عنده اساسيات الكوره. لاول مره من فتره بنجيب صفقه فعلا هتفيد النادي الاهلي خلال الموسم ده. لعيب بيتألق مع الفرقه من تاني مباراه، بيقدم اداء ممتاز بالشكل دوت، وبيصنع هدف وبيخترق وبياخد الملعب بالطول والعرض ومجهود وواقف صح. الله اكبر، يعني نمسك الخشب ماشي للمال لاصحابه. يعني انا سعيد جدا 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 بالصفقه دي بصراحه جدا يعني. فانا مطمن على الفرقه. ان شاء الله يوم الجمعه هنفرح مع بعض كلنا باذن الرحمن. بس انا كان عندي بعض الملاحظات كده البسيطه. انا بشوف ان امام مستواه اليومين دول مش ثابت شويه، مش هو. انا يعني وجهه نظري، ما اعرفش تتفقوا معايا او تختلفوا، انا بشوف ان هو يدي قفشه شويه ويقعد امام دكه شويه، عشان امام محتاج حاجه زي كده عشان يرجع لمستواه. يعني انا بشوف ان قفشه هيكون افيد في الفتره اللي جايه، لان امام بعيد جدا 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 عن مستواه. طبعا احنا في انتظار طبعا لما القوه بتاعتنا تكتمل برجوع علي معلول واشرف ديالي ان شاء الله من الاصابه وكريم فؤاد، باذن الرحمن هيبقى الفرقه شكلها مختلف تماما يعني. فانا النهارده طبعا ببارك لكم المره الثانيه، وسعيد جدا جدا بالاداء النهارده. وان شاء الله يوم الجمعه هنعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه، وهنطمن على الفرقه باذن الرحمن الايام الجايه، وربنا يكرم ان شاء الله. دي بطوله قاريه يا جماعه، يعني ما ادراكوا، يعني السوبر الافريقي وقدام غريمك التقليدي. طيب النقطه الثانيه كنت حابب اتكلم فيها. النهارده استاذ منتصر الرفاعي اللي هو بتاع الزمالك ده، الناقد، المفروض ان هو صحفي يعني، كان منزل بوست كده والوش مكشوف وبيقول ان احنا بنقلدهم، يعني كل حاجه الاهلي بيقلدهم. انا ما اعرفش هو صحفي ازاي وبيتكلم كده، يعني انا مش عارف هو صحفي ازاي. طيب اول نادي في مصر عمل الفوز المكشوف النادي الاهلي 2006 وهو راجع من كاس العالم في اليابان، لما خد 2007 لما خد برونزيه العالم. ده كان اول نادي مصري يعمل الحركه دي. يبقى مين اللي بيقلد مين؟ يعني يبقى لما اكون واحد مشجع عادي عادي جدا بمارس هوايتي مع الناس، بنقعد نتكلم مع بعض على اليوتيوب وبتاع، انا ولا اعلامي ولا حاجه، انا مشجع اهلاوي ويبقى عندي معلومه افضل منك يعني، وانت كنت لسه ما اتولدتش. يعني انا مش عارف هو يعني انتوا يعني بيتكلموا ازاي، يعني هو اي كلام وخلاص. المفروض ان هو صحفي وما عندوش معلومه زي دي، الا بقى اذا كان الموضوع ماشي في سكه يعني ايه لا مؤاخذه يعني في التعبير كده النسا. فبصحح لك المعلومه يا حاج منتصر. النهارده في الاستوديو التحليلي على MBC مصر في قبل المباراه كان مستضيف احمد فتحي وسعد عبد الحفيظ واحمد عز. فاحمد فتحي اعلن اعتزاله على الهواء رسميا ان هو خلاص هيعتزل الكوره وكده. طبعا بالتوفيق ليه في كل اللي جاي يعني. بس انا لفت نظري حاجه، يعني شفت كميه غضب من جمهور الاهلي وتجريح يعني شبه غير مبرره. احمد فتحي فضل عندنا لحد اخر دقيقه، اخر مباراه لعبها معانا وخارج مسلم على اللعيبه. احمد فتحي ماشي بطريقه محترمه، احمد فتحي تاريخ مع النادي الاهلي، ما عملش حاجه وحشه فينا الراجل، حتى لما خرج ما صدرش منه لفظ مش كويس. فيا ريت يعني نتعامل بمنطق ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني يا جماعه الدنيا ابسط من كده. يعني اي حد فيكم شغال في شركه لو جاله عقد في شركه ثانيه اعلى من مرتبه جنيه هيروح. فبلاش ننظر على بعض، بلاش ننظر على بعض. انا شخصيا في قصه احمد فتحي، انا احمد فتحي لحد اخر لحظه هو ما كانش عايز يمشي، بس خلاص كان الاهلي خد القرار ان هو مش هيكمل معاهم. فخلاص الراجل لعب معانا اخر مباراه وخارج مسلم على اللعيبه واحد والجهاز الفني، وكان سيد حافظ على الخط وسلم على الدنيا كلها. ولما خرج من الاهلي ما خرجش من بقه لفظ. فمش لازم يعني نفتري على خلق الله عايزين تقعدوه في بيته كمان بعد ما يبطل كوره. يعني هو طلع في الاستوديو التحليلي ليه؟ هو جاي يتنجم على حس الاله ومش جاي يتنجم يا جماعه. واحمد فتحي نجينا الحق برضه يعني
هو راجل نجم عمل لنفسه اسم من خلال النادي الاهلي وخلال المنتخب، ما قلناش حاجه، بس هو